جسمنا بيحصل جواه آلاف التفاعلات الكيميائية كل ثانية، بس التفاعلات اللي بنعملها بإيدينا في المعامل والمصانع أو حتى المطابخ هي اللي وصلتنا للي احنا فيه النهاردة. في تفاعلات أثرت بشكل كبير على حياتنا وغيرت مجرى التاريخ كله. في الفيديو ده هنتكلم على 5 منهم. معروف إن الناس زمان كانوا بيعملوا سيوفهم اللي بيحاربوا بيها من الحديد، بس قبل الحديد كانت الأسلحة بتتعمل من البرونز. بس البرونز مش معدن نقي، يعني لازم عمليات كيميائية الأول عشان تصنعه. المعادن اللي موجودة على الأرض في صورة نقية بكميات كويسة هي النحاس والذهب والفضة والبلاتين، ودول يا إما غاليين يا إما تقال يا إما ضعاف، ما ينفعوش في قصة السيوف والأسلحة دي. فاللي حصل إن من 6000 سنة تقريبا الإنسان خلط سبائك من النحاس والقصدير وعمل منهم البرونز اللي كان معدن مناسب للأسلحة اللي هيخوض بيها حروبه، والبرونز كان بداية الأسلحة. تاني تفاعل هو التخمر، وده تفاعل قامت عليه حضارات. الإنسان البدائي أما تعب من الصيد وقرر يستقر ويبدأ يزرع الأرض بمحاصيل تكفيه طول السنة وتريحه من الجري ملط ورا الحيوانات، لقى إن المحاصيل دي بتعفن بعد أيام وتعبه بيروح، لحد ما اكتشف تفاعل التخمر اللي هو أقدم طريقة لحفظ الغذاء. وده بيحصل بسبب بكتيريا اسمها بكتيريا التخمر، بتحول الكربوهيدرات لأحماض وكحول، وده خلى حاجات كتير زي الفاكهة والخضار والحبوب وحتى اللبن في أشكال تانية طعمها أحسن وبتعيش فترة أطول. تالت تفاعل غير من حياة الإنسان هو التصبغ. حتى زمان ما كانش حد بيستحمل اللي ريحته وحشة. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ لقوا أقراص عمرها 2200 سنة قبل الميلاد معمولة من خلطة فيها مية ورماد قلوي وزيت أو دهن حيوان، والأقراص دي كانت صابون. الزيوت النباتية والحيوانية عبارة عن ترايجليسرايد، وده ذرة جليسرول ومعاها 3 أحماض دهنية بتتفكك في الوسط القلوي وتطلع أملاح الأحماض الدهنية، وهو ده المكون الأساسي في الصابون. النهاردة حياتنا معتمدة اعتماد كامل على الكمبيوتر والموبايل، والاتنين دول ما كانوش هيبقوا موجودين من غير السيليكون اللي بيتعمل منه أجزاء كتير في الأجهزة. السيليكون سهل تلاقيه، مفيش أكتر من الرمل، بس عشان يدخل في الموبايلات والكمبيوتر لازم يبقى نقي جدا، درجة نقاوة على الأقل تبقى 99.9%، وبنوصل للنسبة دي بتفاعل اسمه شراوسكي. أي حاجة حية بتحتاج نيتروجين عشان تبني الأحماض الأمينية والدي إن إيه، وعلى مدار التاريخ تحويل النيتروجين لصور مفيدة للحياة ما كانش بيتم غير في التربة عن طريق البكتيريا، بيسحبوا الغاز من الجو ويحولوه لأمونيا ونترات، لحد سنة 1909 كيميائي ألماني اسمه فريتز هابر واتنين أصحابه كان اسمهم بوش وريزينو وصلوا لطريقة تخلينا نحول النيتروجين بنفسنا، والطريقة دي اسمها هابر بوش. عملية هابر بوش بتحول غاز النيتروجين وغاز الهيدروجين لمركبات زي الأمونيا، واللي ممكن نصنع منها حاجات مفيدة ملهاش عدد. طب ليه التفاعل ده رقم 1؟ عشان الأسمدة. لأول مرة الفلاح ما بقاش محتاج يعمل دورات زراعية ولا يستخدم فضلات الحيوانات، وبقى يعتمد على الأسمدة الكيميائية، وده عمل وفرة في الغذاء لأول مرة. ومن وقتها عدد سكان العالم نط من 1.7 مليار نسمة ل8 مليار نسمة، وبقينا بنصنع 450 مليون طن من السمات كل سنة بفضل تفاعل هابر بوش. بس للأسف التفاعل ده ما فتحش صناعة الأسمدة بس، النترات مكون أساسي في صناعة المتفجرات، وتفاعل هابر بوش ساعد بشكل كبير في زيادة الدمار في الحرب العالمية الأولى والثانية. أكيد في تفاعلات تانية كتير لها تأثير كبير في التاريخ، ممكن نبقى نتكلم عليها في فيديوهات جاية، ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. وما تنساش دول.